بالمناسبة احنا كنا سنتكلم سنحتفل أمس اللي هو 11 يونيو، لكن أجلناه إلى اليوم لأن أمس كان فيه افتتاح مباريات كأس العالم في جنوب أفريقيا الشقيقة. فنحن أولا نهني صديقنا العزيز وأخانا الرئيس زوما وشعب جنوب أفريقيا وحركة ANC، نهنيه ببدء المونديال العالمي في جنوب أفريقيا، ونقول له أنك أنت وجنوب أفريقيا تعبرون عن أفريقيا وتنوبون عنها، وهذه المباراة تعتبر لنا جميعا نحن الأفارقة، ونتمنى أن تتم بالخير وبالنجاح. لكن في ذات الوقت لابد أن نخاطب العالم في هذه الساعة وبهذه المناسبة، مناسبة المونديال اللي في جنوب أفريقيا، أن المنظمة التي تشرف على كأس العالم التي اسمها الفيفا، الاتحاد العالمي لكرة القدم، هذه منظمة عالمية فاسدة، بل أفسد مؤسسة عالمية وأفسدت العالم، ويجب ولا يمكن نرحمها ولا نحترمها، لأنها أساءت للعالم وأفسدت أخلاق العالم، وبدت في سياسة جديدة وهي المتاجرة في البشر. الرق عاد من جديد بعد أن حرم في مؤتمر برلين. الرق الآن أعادته الفيفا مرة ثانية، ونقول الدول الصغيرة الفقيرة التي هي قرابة 200 دولة كيف تكون محرومة إلى الأبد من استضافة كأس العالم؟ لا تستضيفه إلا الدولة الغنية. نحن الدول الصغيرة والفقيرة لنا الحق في استضافة المونديال مثل الآخرين، وإذا كنا فقراء هذا ليس ذنبنا، ذنب المستعمرين، ذنب التخلف. الفيفا تملك المليارات من المتاجرة في البشر ومن المباريات متاعها. يجب تساعد الدول الفقيرة على استضافة كأس العالم عندما تكون غير قادرة. انظروا إلى هذه السياسة الفاسدة التي تمارسها هذه المؤسسة الفاسدة الفيفا، وتقول أنت عندك اتصالات جيدة، عندك بنية تحتية جيدة، عندك مواصلات جيدة واتصالات جيدة، وعندك ملاعب جيدة، وعندك. أنا اللي كان عندي الأشياء الجيدة هذه راني مانيش متخلف. إذا ما عندكش هذه ما تستضيفش الفيفا. الفيفا تستضيفها ألمانيا، تستضيفها البرازيل، تستضيفها أمريكا، تستضيفها اليابان. يا سلام، الفيفا هذه كأس العالم لينا كلنا. إذا كنا فقراء ما نتمتعش باستضافة كأس العالم. هذه السياسة يجب أن تحارب، وسنحاربها باستمرار، ونعلن الآن فساد الفيفا وإدانتها إدانة شديدة لأنها تتاجر في البشر. تصوروا أولاد اللاعبين من الدول الفقيرة يباعوا للدول الغنية باش تكسب بهم المباراة وتفقدهم بلدهم لأنها فقيرة. معسكرات تقام في أوروبا لجلب العبيد زي ما كانت أيام الرق، جلب اللاعبين مش لونهم أسود، لاعبين مهما كان لونهم، ويجمعوا فيهم يشروهم ويحطوهم في معسكرات ويدربوهم ويوزعوهم على نوادي الأغنياء. شوفوا المتاجرة في البشر.
شوفوا لو وين الفيفا وصلت العالم. نحن نعلن من هنا إدانة هذه المافيا العالمية وهذه المؤسسة العالمية الفاسدة، ويجب محاكمة أصحابها، ويجب الدولة المليارات اللي كسبوها ترجع إلى أصحابها، ويوقف معسكرات العبيد، وتوقف سياسة الرق هذه التي استأنفتها من جديد، ويتوقف التجارة في البشر وشراء اللاعبين من الدول الفقيرة. والمفروض أن الدولة التي يفوز فريقها في النهاية هي التي تستضيف كأس العالم، حتى إذا كانت فقيرة. وإذا كانت فقيرة على الفيفا أن تصرف عليها من ملياراتها باش تقدر هذه الدولة تتحمل التكاليف. علاش نلعبوا إذا كان بعد تفوز وتاخذ الكاس يقول لك المونديال السنة القادمة في الدولة الفلانية لأن أنت دولتك فقيرة وتلك غنية. علاش نلعب ماله؟ فريق، تصوروا فريق من دولة فقيرة، اختار أي دولة فقيرة، النيجر مثلا، وفاز فريق النيجر على كل الفرق في التصفية النهائية وخذ الكاس. شو المفروض؟ المفروض المباراة العالمية الجاية تكون في النيجر لأن هي اللي فازت بالكاس. لا، أنت النيجر فزت بالكاس لكن لأنك دولة فقيرة المباراة تكون في ألمانيا. يا سلام، يعني نبذل في جهد وباش نحصل الكاس وبعدين تقولوا لي امشي المباراة الكاس عدي نقعه واشرب ميته، او المباراة في الدولة الغنية لأن دولة الفقيرة. هذه القاعدة اللي يجب تكون بهذا الشكل. نحن واثقين من طروحاتنا، واثقين من سياساتنا، واثقين من نفوسنا، ونحن نعلن دائما أن نعادي من يعادينا ونسالم من يسالمنا، ونعبر عن الارتياح، ونشكر الله سبحانه وتعالى أن نحتفل بالذكرى الأربعين لطرد القوات الأمريكية التي كانت تحتل الأرض الليبية في وقت ما عاد تكون فيه مشاكل بين ليبيا وأمريكا بعد مصادمات وبعد حروب. واحنا لا ننافق ولا نخاف. لو كان بنخاف لا نخافنا من ريغن، لو كان بننافق لا نافقنا ريغن، ولكن ريغن بأساطيله شتمناه، شتم به سلسبيل أبوه وحاربناه بكل شجاعة ومستعدين للموت. لكن الأمريكا الآن وبقيادة أوباما ليست دولة معادية، ونحن الآن أصدقاء، ونحن نحافظ على هذه الصداقة، وليس لنا مصلحة في المصادمة مع دولة كبيرة. ولكن في نفس الوقت نقول للأمريكان حتى بعد أوباما إن عدتم عدنا، كفاح مستمر. بمناسبة العيد الأربعين